ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناه المتواضعه. انا دعاء عسقلاني. لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده اللي بننزلها ان شاء الله. اهلا بكل الناس اللي نورتني جديد في القناه، شرفتونا وان شاء الله تتبسطوا معانا بالفيديوهات اللي بنقدمها. الفيديو المنتظر اللي كتير طلبوا مني سواء في الكومنتات او في الرسائل على صفحه الفيسبوك، طريقتي في تنظيف الاير فراير وازاي بخليها دايما جديده وكانها محدش استخدمها قبل كده. انا جبتها لكم لما وصلت لدرجه فظيعه وعلشان اوريكم ازاي بنضفها. دي كانت اول مره انضف فيها القلايه، نضفتها معاكم وهوريكم بالظبط ايه الخطوات اللي انا عملتها. والجزء الاخير من الفيديو او الجزء الثاني من الفيديو هتلاقوا فيه برضو طريقه التنظيف وهبقى كاتبه لكم عليه، بس ده كان بعد 5 شهور من الاستخدام. وعلشان كده في ناس كتير بتقول ان القلاية بتتجرح، ان الطبقة العازلة دي او الطبقة الغير لاصقة بتتدمر او بتبوظ من اول شهرين. فتعالوا نشوف مع بعض الكلام ده حقيقي ولا لا. اللي شاف معايا الفيديو بتاع ريفيو الاير فراير شافني وانا بحط الاير فراير او الحلة بتاعة الاير فراير على فوطة، ما بحطهاش على الرخامة مباشرة علشان ما تتجرحش. هنا جبت الحلة وحطيت تحتها الفوطة وجبت سائل الاطباق، وهقول لكم ايه الحاجة كمان الاضافة او الشيء اللي انا بغسل بيه الحله بتاعه الاير فراير. وجبت ميه دافيه في الكاتل، ميه دافيه، ونحط تحت كلمه دافيه 15000 خط. وزي ما انتم شايفين الحله سايباها من بره، ما رجعتهاش تاني على الاير فراير. هنا بقى الجوكر بتاع الفيديو بتاعنا، الطريقه اللي هنضف بيها. في قماشه كده يا جماعه او فوطه، هي دي اللي بيتقال عليها المايكرو فايبر، مش التانية. دي فوطه تحسوها مضغوطه كده او النسيج بتاعها مضغوط، وبتبقى اكتر من طبقه وبتتباع كلها سواء بالاسم اللي انتوا شايفينه قدامكم على الشاشة ده او بأي اسم تاني. ممكن تلاقوها بماركات مختلفة، يعني مش هنختلف. هي عاملة زي ما يكون نسيج مضغوط او حاجة مضغوطة كده. القماشة بتاعتها مضغوطة وناعمة جدا، ما بتجرحش، ما فيهاش اي حاجة تخافي منها، يعني تخافي على القلاية منها. نيجي بقى لمرحلة المية الدافية. ليه قلت لكم نحط مية دافية وما نحطش مية سخنة؟ وليه كمان نخلي الحلة بتاعة الاير فراير من بره ما ندخلهاش وما نرجعهاش تاني في الاير فراير؟ ناخد نقطه نقطه. اول حاجه الميه الدافيه هتخلي لي كل الحاجات اللي هي لازقه في الاير فراير يعني ايه، هتنزل وهتدوب وهنقدر نتحكم فيها، ولو في حاجه لازقه هتخرج بكل سهوله زي ما انتم شايفين كده بالظبط قدامكم. كان في بواقي طبعا لما بنيجي نقلي السمك، الناس اللي مجربه، في زيوت وحاجات بتنزل من السمك ومع الحراره فبتعمل زي طبقه يعني من تحت في الحله الداخليه، فبيبقى تنظيفها صعب. لما بنحط عليها الميه الدافيه كل الحاجات دي بتطلع، وزي ما انتم شفتوا بكل سهوله بنقدر نشيلها من مكانها. تمام، دي اول نقطه. ليه ما نرجعش ليه ما نرجعش الحله اللي فيها الميه الدافيه على الاير فراير؟ علشان البورده بتاعه الاير فراير هتبوظ من الابخره اللي بتبقى او من الميه السخنه اللي بتبقى موجوده. فالابخره دي لما بتتحبس جوه بتتكثف على الاجزاء بتاعه الجهاز من جوه وبتبوظ لي البورده. علشان كده ما ينفعش يا جماعه تسمعوا لاي حد بيقول لكم حطوا ميه بتغلي، حطوا كربونات، وحطوا مش عارف ايه. صدقيني انت كده بتاثري في عمر الاير فراير بتاعتك. ودلوقتي طبعا كلنا عارفين ان الاجهزه ما بقتش اسعارها يعني سهله او هينه، علشان يعني يبقى في قدامنا مجال ان احنا نقول لا هنبوظ الجهاز ده ونجيب جهاز غيره. خلصنا بقى الجزء الصعب من التنظيف، بندخل بقى على الجزء السهل. بنجيب جسم الاير فراير كله وبعد كده بنبدا ننظف السخان وبنبدا ننظف جسم الاير فراير من جوه، علشان بيبقى فيه طبعا من اثناء عمليه التسويه بيطرطش زيت، بيطرطش حاجات كده. ممكن لما يعني بعد ما عملت الفراخ فيها مثلا في مره كان في طرطشه كبيره جدا على السخان بتاعها. فبصوا تقريبا يعني بمعدل كل اسبوع، يعني اسبوعين بالكتير، ده لو ما استخدمتيهاش بشكل مكثف. انما لو استخدمتيها بشكل مكثف خلال الاسبوع، طبعا انت عارفه امتى استخدمتيها، امتى عملتي فيها حاجات تقيله، امتى عملتي فيها اكلات خفيفه. فبالتالي انت عارفه وظبطه نفسك ازاي
هتنضفيها، فاهماني؟ لان الموضوع ده نسبي وبيختلف من واحد للتاني. ونصيحه اخيره، لو انت من الناس اللي ما بيحبوش التنظيف اول باول فما تشتريش، ريحي بالك وريحي نفسك وما تشتريش الاير فراير من اساسه. دي بقى التنظيفه اللي قلت لكم عليها في اول الفيديو، اللي هي بعد 5 شهور من الاستخدام. اللهم بارك، الحله زي ما انتم شايفين ما حصلش فيها اي حاجه ولا حتى خدش بسيط. وده ليه؟ علشان الطريقه اللي قلت لكم عليها بننضفها فيها في اول الفيديو. طيب ايه الفرق بين التنظيفه دي وبين التنظيفه اللي في اول الفيديو؟ التنظيفه دي بعد تراكم الدهون يا جماعه، اللي اكتشفتوا ان في اماكن اللي هي في الخطوط الرفيعه الطويله دي بيتكون لما نيجي نمشي ايدينا عليها كده بتتكون، عارفين يعني الزيت لما بيطرطش عليها من جوه وبيسخن بيعمل حاجات لونها اصفر كده، ولما تمشي ايديكي عليها هتلاقي عامله ملمس مش لطيف. ومع التكرار الحاجات الصفرة دي بتتحول كمان لحاجات سودة. يعني احنا لو تجاهلناها ولو سبناها، او حتى لو ما كناش بنتجاهلها، يعني حتى لو ما كناش احنا شايفينها ولمسينها كويس، هتتحول لحاجات سودة وهتلزق اكتر في الحلة بتاعة الاير فراير. وممكن لا قدر الله يعني نبقى محتاجين قوة أكبر علشان ننظفها، فبالتالي الحلة تتقشر مننا، وده اللي احنا مش عايزين نوصل له. فهنا استعنت بالمنظف اللي انتوا شايفينه ده اللي اسمه ليزر كلين. الناس اللي متابعة الروتينات بتاعتي شافتني قبل كده في روتين من الروتينات وانا بنظف بيه البقع بتاعة الستاير. المنظف ده بينظف برضو الدهون المتراكمة بتاعة المطبخ. لو تلاحظوا ان انا ما حطيتش المنظف على طول على الحلة بتاعة الإير فراير. ليه بقى؟ لان انا مش ضامنه، ممكن يكون قوي زياده عليها، ممكن يكون هو السبب في ان هو يقشر لي الحله. فبالتالي حطيت المنظف ده على القماشه اللي انا بستخدمها علشان انظف بيها الاير فراير، ودخلتها في الاماكن الرفيعه علشان زي ما انتم شايفين بالظبط، دخلتها في الاماكن الرفيعه علشان تنظف لي كل الحاجات اللي هي بتبقى لازقه في الاماكن الضيقه. طبعا وكل ده على الفوطه يا جماعه، لان شايفين كميه الحركه اللي انا بتحركها يعني الحله دي كفيله انها تجرح الحله وتبوظها. يعني بصوا توديها في حته تانية خالص، عارفين تصفرها في حته تانية. دي بقى كل الرواسب اللي نزلت من الميه الدافيه، وبكرر للمره التانية في الفيديو اهو الميه الدافيه يا جماعه. وبعد كده خلصنا من الميه دي، ويا دوب بشويه مسحوق والمنظف بتاعنا اللي قلت لكم عليه، وممكن اي منظف مذيب للدهون، بس المهم ان احنا ما نستخدمش المنظف ده مباشره على الحله او على الاير فراير علشان ما نضمنش. يعني نحط على القماشه الاول ونشوف ونمشي. انا بمشيه مره وارجع اعيد عليها تاني، بلاقي كل الحاجات خرجت معايا في القماشه من غير اي مجهود. السخان بتاع الاير فراير بقى عليه شويه طرطشه وشويه حاجات كده، فطبعا الطريقه الانسب علشان تنضفي بيها وانتي مش خايفه على السخان او اي حاجه داخليه جوه الاير فراير هي الوايبس فيه كميه سوائل قليله وفي مواد كيماويه، عشان نبقى صراحه مع بعض، مواد كيماويه هتشيل كل الدهون وكل الحاجات اللي موجوده في السخان من غير ما تبقي خايفه من الاثر بتاع الميه. زي مثلا لما تيجي تحطي فوطه مبلوله او حته قماشه مبلوله، وفي نفس الوقت هيوصل لكل الاماكن والحتت الصغيره قوي دي وتعدي فيها ايديكي، او اذا كنت هتستعيني بالخله بتاعه الشيش طاووق فبرضو هتبقى مناسبه جدا. ان عرفتي تدخلي ايديكي كان بها، ما عرفتيش ممكن تستعيني بالخله بتاعه الشيش طاووق علشان تعرفي تدخلي في الاماكن الدقيقه. وزي ما قلت لكم النظافه اول باول مش هتخلينا محتاجين ان احنا يعني ننظفها تنظيفه عميقه زي اللي بنعملها دي. التنظيفه دي كانت بس علشان الفيديو. الاير فراير انا قلبتها كلها راسا على عقب علشان اعرف اوصل للسخان زي ما انتم شايفين، وده بيحصل طبعا كل فتره مش كل مره. لو بنستخدم الوايبس هنمسح السخان بتاعها كل مره كده على الماشي علشان ما نحتاجش التنظيفه العميقه. وزي ما انتم شايفين الشكل النهائي بقت زي الفل ورجعت جديده، ولا احتاجنا ان احنا نعمل اي خزعبلات او خلطات من الحاجات اللي احنا بنشوفها على النت دي. ومش اي حد يقول لكم على اي حاجه تصدقوها يا جماعه. حافظوا على الاجهزه بتاعتكم لان الحاجات بقت اسعارها مبالغ فيها جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده اللي بننزلها ان شاء الله.